السلام عليكم شبابنا الطيبة، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. وزارة العمل تطلق الوجبة 35 من القروض الميسرة، فاللي يتمنى من عندكم متابعة الفيديو للنهاية، ولا تنسى تضغط لايك للفيديو والاشتراك بالقناة على مود توصلك جديد الفيديوهات، وتتابع قناتنا على التليجرام باسم ميسات اخبار، راح يكون رابطها مثبت باول تعليق خاصة بالأخبار أول بأول. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي عن إطلاق الوجبة 35 من القروض الميسرة ل5,000 من الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة. وبين السيد الوزير أن إطلاق هذه الوجبة يأتي تنفيذا لمنهاج البرنامج الحكومي المتضمن دعم شريحة الشباب الباحثين عن العمل من أجل إنشاء مشاريعهم المدرة للدخل. وإضافة أن هذه القروض تمنح من دون أي فوائد مالية، داعين المتقدمين الذين ظهرت أسمائهم حسب الفرز الإلكتروني إلى مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد أو أحد أقسامها في المحافظات لإكمال الإجراءات، وحسب الأسماء المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة في موعد أقصى 3 أشهر من تاريخ إطلاق الوجبة. رابط الوجبة يا شباب أو الأسماء مكتوب، اضغط هنا، راح تضغط عليه ضغطة واحدة، اختار أي حساب موجود بالجهاز واضغط على كلمة حسنا، راح يفتح عندك بهذا الشكل مثل ما تلاحظون جميع المحافظات. خلينا ندخل مثلا على محافظة النجف. إذا تلاحظون هاي هي الأسماء الخاصة بمحافظة النجف. طبعا الرابط ما يدعم البحث، فقط كل اللي عليك انه تدور عن اسمك بهاي الوجبة اللي موجودة واضحة امامكم، مثلا ميسان، اي محافظة، كل اللي عليك انه فقط تضغط على الرابط. فهذا يا شباب هو شرحنا لليوم عن القروض الميسرة لوزارة العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.